يا باشمهندس محمد، دلوقتي انا شغال في كورس مهندس محمد مشرف، شغال في دراسه اونلاين بكالوريوس سايبر سيكيورتي. كنت عاوز اشترك في كورس حضرتك وادخل المنتور حاليا، قدامي اشتراك في الكورس، ايه راي حضرتك؟ والله انا ما بفضلش كده. تمام. وده برضو يقول لك، يعني انا اسهل عليا اقول لك اشترك واشترك. انا ما بفضلش كده. انا اللي بيجي ياخد الكورس اقول له الكورس بتاعي عايز تفرغ. كورس محمد مشرف عايز تفرغ. انت يعني عارف، انت هتقول لي طب ما احنا في الجامعه بندرس اكتر من ماده. فماشي، هو انت ما بتشتغلش ما بتدرسش في الجامعه؟ يعني لو انت واخد دراستنا دي، ما اصل انا مش جامعه. يعني فاهم قصدي؟ يعني قصدي ايه؟ يعني انت عندك في حياتك يا اما عندك جامعه يا اما عندك شغل. فانا مش شايف اللي هو ايه، ان انت تحمل نفسك مع شغلك او دراستك في الجامعه كورسات كتير بالشكل ده. دي حاجه كويسه. انا شايف ان افضل شيء تاخد الكورس بتاعي وانت عندك تفرغ اللي اقصد بيه، يعني كفايه عليك قوي الشغل. يعني انا في ناس معايا في الكورس لما دخلت الكورس قالت يا باشمهندس احنا عندنا شغل، انا الكورس تقيل جدا، انا ما كنتش متخيل انه تقيل كده. انا مش عارف اذاكر. هو انا يعني الناس هي بتقول هو احنا اغبياء ولا ايه؟ انا المحاضره الواحده بتاخد مني فتره كبيره جدا عشان اذاكرها. قلت له بالعكس، ده يثبت انك شخص بيذاكر كويس ومجتهد، لان هو ده الطبيعي. المحاضره الثلاث ساعات انت محتاج 30 ساعه عشان تذاكرها، وهي دي الحقيقه. عشان كده اللي بيخش وبيقلب كده انا ببقى عارف انه ف... فدي الفكره. انا نصيحتي ما تاخدش الكورس بتاعي دلوقتي، اجله. لو هتقول لي الكورس بيغلى انت ممكن تتواصل مع استاذه ناديه المدير المالي، وهي ممكن بقى تحجز لك، تعمل لك اي حاجه عشان موضوع الغلو ده، بحيث ان انت ممكن تحجز دلوقتي وتبقى تدخل الكورس بعدين. تمام.